السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني بأسرار وتكات بسيطة جدا، وهتخلي الحواوشي بتاعك تحفة. يلا كده متنسيش تعملي لي اللايك، وتعالي نشوف هنعمل الحواوشي بتاعنا الحلو ده ازاي. يلا كده صلوا على النبي وتعالوا. يلا معانا كده كيلو دقيق، عليه معلقة صغيرة سكر وربع معلقة صغيرة ملح. كده حطينا السكر وربع معلقة صغيرة ملح، ومعايا كمان كيس خميرة فورية، مقدار معلقة كبيرة. هبدأ بقى اقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها بالشكل ده كده. معايا بقى حليب دافي، لبن يكون كده دافي، ما يكونش ساقع. تمام. وهبدأ انزل باللبن واقلب الدقيق كله كده مع بعضه، عشان العجين بتاعي ميبقاش فيه دقيق بعد ما اعجن. الم كل الدقيق كده في بعضه وابدأ احط اللبن شوية بشوية. انا بدأت احط كده اللبن، وبدأت ان انا الم الدقيق من الطبق كده من الجناب، عشان العجينة بتاعتي كلها تلم من نفسها كده مع بعضها. انا مش هحط زيت ولا حاجة الا في الاخر. دلوقتي انا بقى هحط شوية زيت كده عشان الم العجينة بتاعته تبقى طرية معايا. وعشان ايدي كده تتلم من العجينة، والعجينة ما تلزقش في ايديا. نحط شوية من الزيت، اكتر من كده مفيش. كده العجينة بتاعتي خلصت هتختمر. وكده العجينة بعد ما اختمرت والحمد لله بقت زي الفل. تعالوا بقى كده نقعد قدام الفرن ونبطط نقطع العجينة بتاعتنا كده ونشوفها. اليوم ده يوم ما كنت بخبز القبور يا جماعة، العيش الشامي ما كنت بخبزه، عملت الحواوشي ده وراه. وبكده بقى انا جبت الصينيه بتاعتي الملامين دي ورشيتها كده رشه من الدقيق، وهبدا ان انا اقطع التقطيعه دي. انا مش هصغره قوي، انا هعمله كبير، وبعد كده بقطعه بالسكينه بعد ما بيستوي. تمام. بقطع الحجم ده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عاوزين. عايزين تقطعوه كبير قطعوه، عايزين تقطعيه تقطيعه صغيره زي ما انتم عايزين اللي انتم تحبوه. انا بحب اقطعه كبير، وفي الاخر بقطعه بالسكينه، بنجز الوقت يعني، وعشان ما ياخدش مني وقت وصواني وكده. تمام. كده خلاص انا بقطع بالشكل ده كده على الرشه الدقيق. حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. واللي مشتركين في قناتي ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو منكم كده. بحبكم في الله، احلى متابعين. كده خلاص بقى انا خلصت التقطيع بتاع العيش. قطعته كده وهسيبه بقى مسافه من اغطيه واسيبه بقى يرفع لغايه ما اعمل اللحمه، الحشوه بتاعت الحواوشي يعني. تمام. هغطيه بقى زي ما قلت لكم، وتعالوا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا. معايا كده 3 بصلات صغيرين، ومعايا قرن شطه حامي وقرن فلفل و3 فصوص توم وعودين كده من البقدونس. ومعايا دوت يعني هو زيد عن ربع شويه، ربع كيلو لحمه. ومعايا معلقه من الدهن المبشور، معلقه دهن كان عندي حته هنا كده بشرتها، معلقه واحده بس. خلاص بقى كده هقطع البصل بتاعي في الكبه عشان اضربه افرمه في الكبه. هبدأ احط بقى فصوص الثوم، واحط الفلفل، قرن كده فلفل اخضر وقرن شطة. تمام. قطعتهم بقى عشان افرمهم في الكبة بالشكل ده كده. هاخدهم مع الكبة، وبعد ما ضربتهم كده فرمتين حطيت العود البقدونس، العود الكزبرة. تمام، كزبرة يا جماعة. جبت بقى الطبق بتاعي وهبدأ ان انا هنزل بقى بالبصل والفلفل كده في الطبق، وانزل عليه باللحمة، وانزل كمان بمعلقه الدهن اللي انا قلت لكم عليها، بتدينا طعم حلو قوي للحواوشي. هنزل بقى بمعلقه صغيره من الملح، وهنزل بمعلقه برضو من البهارات، وهنزل بنص معلقه من الفلفل الاسود، وهنزل بمعلقه صغيره من البابريكا، وهنزل ببصل بودره وتوم بودره، معلقه بصل صغيره بصل بودره ومعلقه صغيره توم بودره. وكده نزلت بالتوابل بتاعتي، وهنزل برضو بقرفه وزنجبيل، وهبدأ وجوزة الطيب.
تمام. وهبدا بقى ان انا اقلب المكونات بتاعتي دي كلها مع بعضها كده بايديا كده بقى يا حبيب قلبي. انا بدات ان انا اقلب كله كده، الم اللحمه كلها كده مع الخضار اللي هو البصل يعني مع بعضه كده، اعجنه كويس عشان المكونات كلها تختلط مع بعضها بالشكل ده كده. وكده انا تبلت اللحمه بتاعتي بالتتبيله الحلوه دي. عندك بهارات حواوشي حطي برضو، انا مكانش عندي بهارات. البهارات دي تغنى عن اي بهارات حواوشي، بتدي الحواوشي طعم وريحه جميله جدا. وبكده بقى خلاص انا جبتها كده وجيت قعدت كده بقى على ما العجينه بتاعتي رفعت وبقت زي الفل. معايا بقى المفرش بتاعي كده على الطبليه الصغنونه الحلوه دي اللي انا كنت بعمل عليها العيش الشامي، وابدا كده ارش رشه من الدقيق وابططه بايديا. يعني انا بقى عايزه عشان يطلع معايا الحواوشي بتاعي رقيق وما يكونش تخين معايا، هجيب برضو النشابه وابدا ان انا افرده بالنشابه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. خلاص شمال بقى كده ويمين، وافرد ادور معايا العجينه وابدا اركنها على جنب، واجيب كمان واحده وارش رشه من الدقيق وبرضو افرد بايديا نص فرده كده. وبعدين بجيب النشابه عشان يطلع معايا رقيق. النشابه دي بتنجزني بصي حبيبتي كده، بتخلي العجينه معايا رقيقه وحلوه جدا، ما يكونش تخينه وما يطلعش معايا تخين. تمام، بيبقى عامل زي الرقاق بالظبط. وبكده خلاص انا دورت العجينه بايديا، وهبدا بقى ان انا اوريكم وانا بحشي الرغيف ازاي. معايا بقى اللحمه بتاعتي اللي انا تبلتها التتبيله الحلوه دي، ريحتها تجنن يا جماعه والله. وانا بفردها كده ريحتها طالعه عليا جميله جدا. ببدا بقى ان انا افرد اللحمه دي، بقول لكم ان هي كده ريحتها خطيره طالعه عليا وانا بفردها جميله جدا. طبعا انا فردت كده اللحمه بتاعتي على العجينه. طبعا انا بحطش على الاطراف قوي علشان ان انا احط الرق التاني فوقها، وهبدا ان انا اقفله من الجناب. تمام، هبدا بقى بايديا كده واضغط جامد، واضغط 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 علشان الراق ما يفكش عن التاني. خلاص حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، ابدا ان انا ادوره بايديا. معايا بقى الصينيه بتاعتي، هبدا بقى ان انا ادهنها كده دهنه من الزبده او الزيت اللي انت عايزاه موجود عندك يعني، بالفرشه كده. وابدا ان انا ادهن الصينيه عشان احط فيها العيش الحواوشي بتاعنا، يلا يطلع زي العسل كده. خلاص انا دهنت الصينيه شلتها كده وبحطها. دلوقتي بقى ان انا هعمل ايه تاني معايا بقى كده، ان انا اجيب كمان عشان الصينيه طبعا مش هتاخد كمان واحده جنبها. هبدا ان انا افرد عجينه واحده كده برضو بالنشابه زي ما انا قلتلكوا، وادورها كويس. وهعملها يعني العجينه دي هعملها واحد، هوريكم اعملها ازاي دلوقتي. عشان طبعا الصينيه مش هتاخد معايا اتنين. هحط كده على والنص كده على الطرف التاني حته اللحمه، وهبدا بقى ان انا اقفل اعمله زي السندوتش كده عشان احطه جنبها، عشان ما احطش واحد بواحد فياخد وقت معايا في الفرن. فحبيت ان انا انجز، قلت اعمل ايه واحد كده برضو زي السندوتش كده طويل. شفت حطهم في الصينيه. هعمل ايه بقى بشوكه كده، وهبدا بقى ان انا اشكشكه بالشوكه، يعني اعمل خروم كده بالشوكه عشان ان هو ما يتفخش معايا، يبقى حلو يعني يطلع الهواء اللي فيه. خلاص حبايبي الشوكه دي لما بنيجي كده نخرمه بالشوكه عشان ما يطلعش عشان يطلع الهواء اللي فيها، الهواء اللي في العجينه. الفرن بقى معايا كده، انا بقى الفرن لسه هيسخن، انا حاططها كده على الباب بتاع الفرن لغايه ما الفرن يسخن معايا عشان ادخل الصينيه. هو الفرن كان شغال بس كان خلاص يعني كانش لسه جه ميعاد الغدا، فانا طفيته وبدات ان انا اسخنه تاني. خلاص بقى كده انا بقى ان انا عملت اللي في الصينيه دول، هبدا بقى ان انا اعمل برضو واحط في صينيه تانية. يعني الصينيتين دولت هينحطوا الاتنين جنب بعض في الفرن. يعني جبت المقاسين دولت ان هم بحيث ان هم يخشوا الفرن. التانية هتاخد واحد بس بالظبط. برضو كده نفس النظام، ان انا هجيب برضو حتة لحمة كده، وهبدأ ان انا افردها على العجينة. مش هفرد على الاطراف زي ما انا قلت لكم، عشان انا هقفل الرغيف من الاطراف. حابة تعمليه اصغر من كده زي ما تحبي اعمليه، انا حبيت ان انا اعمله كبير لان انا بقطعه بالسكينة بعد ما بيطلع من الفرن. خلاص حبايبي بدأت برضو زي ما انا قلت لكم، جبت العجينة كده وبدأت ان انا احط الطرف على الطرف واقفل بايدي من الجناب. اعمليه بقى زي ما انا عملته كده، هيطلع معاكي تحفه ويعجبك جدا. خلاص بقى الفرن بتاعي كده سخن، وبدات ان انا اظبطه كده ودخلته الفرن. حاولي ان ما يكونش الشوايه عندك، لو انت هتبقى تعمليه في فرن البوتاجاز برضك هيطلع معاكي زي العسل. انا بعمله في فرن البوتاجاز بصراحه، اول مره اعمله في الفرن ده عشان ما كنتش انا اصلا مشغلاه لسه مشغلاه.
زي ما قلت لكم يا حبايبي، الصينيه دي ما خدتش الا واحد، وبرده كده هخرمه بالشوكه وهدخله جنب الصينيه التانية. هتعملي في فرن البوتاجاز اعمليه برضو زي ما انا عملته كده، وهتولعي برضو القعر بتاع الفرن، متولعيش الشوايه، وتدخليه برضو في الفرن البوتاجاز. انا على طول بعمله في فرن البوتاجاز، بس المره دي الفرن ده كان بقى شغال وكده، فانا قلت بالمره يعني كده دخلته الفرن بقى، وهكمل بقيه الكميه. وتعالوا بقى نشوف بعد ما خلص معايا وطلعته كده وغطيته. تعالوا شوفوا بقى الجمال ده، وطري وجميل جدا، ولونه بقى كده حلو، ولا محروق ولا ابيض، لونه كده شكله بعضه. ده السندوتش اللي انا كنت عاملاه برضو. ما شاء الله اللهم بارك، يعني عمل معايا ما شاء الله كميه حلوه برضو، وطعمه كان زي العسل. هبدا بقى ان انا اقطعه بالسكينه كده، عشان ايه؟ طبعا انا عامله زي ما قلت لكم الرغيف كبير، انت حابه تعمليه بقى صغير اعمليه. بصوا بقى، تعملوا وراكم من جوه اللحمه مستويه وجميله جدا، يعني اللهم بارك حلوه جدا. شايفين الجمال؟ هو سخن مولع، انا مش عارفه افتحه على قد ما بقدر، هو لسه سخن. طبعا انا مطلعاه من الفرن وقطعته على طول، وهو طري وحلو جدا. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.